واش عمرك فقتي من النعاس ولقيتي راسك واعي كتشوف وكتسمع ولكن ما قادش تحرك حتى شي عضو من الجسم ديالك وحسيتي بشي حاجه جالسه فوق صدرك وكتخنقك؟ بزاف ديال الناس كيقولوا ليه البغطاط وكيعتقدوا بانه كائن غامض كيدخل في الليل وكيجلس فوق الانسان، ولكن الحقيقه مختلفه تماما ومرتبطه بالدماغ وماشي بالجن ولا بالارواح الشريره. هاد الحالة سميتها الجاثوم أو شلل النوم، كتوقع منين كيكون المخ بدا يفيق من النعاس ولكن الجسم مازال باقي في واحد المرحلة ديال النوم العميق. حيت ملي كنعسو الدماغ كيدير نظام حماية طبيعي كيعطل الأغلب ديال العضلات باش منبقوش نتحركو ونطبقو الأحلام ديالنا في الحقيقة. المشكل كيوقع ملي الوعي كيرجع قبل ما الجسم يرجع يخدم، يعني كتكون فايق بعينيك وعقلك ولكن الجسم باقي مطفي لبضع ثواني أو دقائق. وهنا كيبدا الرعب الحقيقي، حيت الانسان منين ما كيقدرش يتحرك وكيحس بالاختناق الدماغ كيحاول يفسر شنو واقع، ومن داك الخوف كيقدر يخلق احساس بوجود شخص في البيت، ظل واقف حداك ولا شي حاجه جالسه في صدرك. وبعض الناس حتى كيسمعوا اصوات خطوات همسات ولا كيشوفوا اشكال مخيفه، ولكن هادشي كامل ماشي حقيقه خارجيه، هادشي مجرد تداخل بين الحلم والواقع. يعني جزء من الدماغ مازال خدام بنظام الأحلام وجزء آخر بدا يفيق، والنتيجة تجربة مرعبة ولكن طبيعية. علاش كيوقع الجاثوم؟ كاين بزاف ديال الأسباب، منها قلة النعاس، السهر بزاف، التوتر، القلق، النوم على الظهر، اضطراب مواعيد ديال النوم، وحتى الضغط النفسي. وكلما كان العقل مرهق كلما زادت فرص هذه الحالة. والخبر الزوين الجاثوم ما كيقتلكش وما كيضركش وما عنده حتى شي علاقة بالكائنات الخارقة ولا بالأرواح الشريرة، وغالبا كيدوز بوحدو ببضع ثواني أو دقائق. وإلا وقع عليك أهم حاجة ما تخافش وركز على التنفس، وحاول تحرك غير الصبع الصغير ولا تحرك عينيك، ومن بعد الجسم كامل غادي يفيق تدريجيا. يعني مغطاط اللي كانوا كيخافوا منه الناس زمان ماشي وحش خافي، بل مجرد خدعة عصبية من الدماغ اللي كيخلط بين النوم والصحوة، وكيخليك تفكر مرات أكثر حوايج اللي كنخافوا منهم ما كيكونوش حقيقيين أصلا، غير سوء الفهم ديال العقل على حسب البرمجة اللي كبرنا عليها من الصغر. علاش برمجة كتكبر عليها من الصغر ديالك؟ مثلا يعني العائلة ديالك كتكون ما واعياش كتكبر على ديك البرمجة، مثلا هما كيأمنوا بأن داك الجاثوم أو شلل النوم ما كيفسروهش علميا، وبالتالي كيفسروه بأنه يعني أرواح شريرة ولا جن ولا عفاريت. فأنت كتهز داك البرمجة من الصغر ديالك، وملي كدير يعني إلا ما وعيتيش بطبيعة الحال كتبقى مهز ديك البرمجة وكتعتقد بأن داك الجاثوم أو شلل النوم بأنه أرواح شريرة ولا شي واحد يعني من الجن كيجلس فوق منك في داك اللحظة. فهاد الشيء ما عنده حتى شي علاقة بالأرواح الشريرة وما عنده حتى شي علاقة بشي كائنات. فعلميا هو حالة عصبية كتوقع لك، يعني العقل كيفيق قبل الجسد. فملي العقل كيفيق قبل الجسد يعني الجسد كيكون مشلول والعقل خدام، وانت كتعتقد بأنه أرواح شريرة ولا يعني عفاريت من خلال ديك البرمجة اللي تبرمجتي عليها في الصغر. وهذا الشيء ما عنده حتى شي علاقة بالجن ولا بالأرواح الشريرة، هو فقط خدعة عصبية باش الجسد كيحمي راسو فقط.